يسعدنا أن نناقشها مع ضيفنا دكتور جمال سلامة. دكتور جمال سلامة رئيس قسم الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة السويس. أهلا بك يا دكتور. أهلا بك. صباح الخير. أهلا صباح الخير. هنشوف بس تقرير عن المظاهرات أمام السفارة الإسرائيلية ونبدأ الحديث بعد ذلك حول هذا الموضوع إن شاء الله. دكتور جمال، تابعنا نبض الشارع. رد الفعل من إسرائيل كان إبداء الأسف والموافقة على وجود لجنة مشتركة للتحقيق في الحادث. في عالم السياسة إيه الفرق ما بين إبداء الأسف والاعتذار؟ إبداء الأسف طبعا لا يعني الاعتذار. الإبداء الأسف يمكن أن تبدي أسفا بشأن حادث أنت لست سببا فيه، أو تبدي أسفا على ضحايا ذهبوا في مناطق أخرى، لكن مسألة الاعتذار هو إقرار في حد ذاته بالمسؤولية عما نجم من أحداث، وبالتالي يحق للدولة التي اعتذر لها المطالبة بتعويضات ومطالبة بإصلاح أو بتعديل مسلك الدولة التي اعتذرت. فبالتالي مسألة إبداء الأسف هو نوع من المراوغة الصهيونية التي عاهدناها، يعني لا تريد بالفعل أن تعتذر رسميا، وهذا يحملها أو أعباء الاعتذار، يعني كما تحدثت أعباء الاعتذار بمعنى التعويض، التعهد بعدم تكرار مثل هذه الأفعال مرة أخرى، تعديل مسلكها الذي يعني ليختلف عن المسلك الذي اعتذرت من أجله. فبالتالي مسألة إبداء الأسف هذه يعني صيغة مراوغة من كيان مراوغ. طب دكتور، قيل فيما قيل يعني أن قوات حفظ السلام أشارت إلى أن إسرائيل أخطأت مرتين على الحدود المصرية الإسرائيلية. ما معنى هذا الكلام؟ ويعني هل في كم معين من الأخطاء بعدها تتم المحاسبة بطريقة أو بأخرى بتعويضات أو بشيء من هذا القبيل؟ لا، هي قوات مراقبة الحدود، هذه القوات يعني لها صفة دولية، لكنها ليست جهة محاسبة أو جهة محاكمة أو جهة تقديم تقارير. فبالتالي هي فقط ترصد انتهاكات أو ترصد الحالة على يعني تقول أن هناك انتهاك أو كل هذه الأمور فقط. يعني دورها ينحصر في الإبلاغ عن أي انتهاكات للأطراف المعنية، سواء كنا نتحدث عن مجلس الأمن أو عن إسرائيل. ويعني أحب أن أنبه على أن هذه القوات ليست تابعة تماما إلى الأمم المتحدة. هذه القوات لم تشكل بموجب قرار من دولي من مجلس الأمن أو من الأمم المتحدة. رفض تشكيل قوات لحفظ السلام بين مصر وإسرائيل عقب هذه الاتفاقية نتيجة لاعتراض الاتحاد السوفيتي، ثم بعد ذلك استقر على أن يتم تشكيل قوات دولية من عدة دول على أن تقوم الولايات المتحدة بالعبء الأكبر في تمويل هذه القوات. فبالتالي هذه القوات يعني لا تتبع كليا الأمم المتحدة، لكن هناك نوع من الإشراف على لكن لم يصدر بها قرار من مجلس الأمن. فبالتالي هذه القوات يعني تقوم بإبلاغ بعض الأطراف، سواء كنا حتى وإن طلب منها الحديث عن مجلس الأمن، لكنها ليست جهة محاسبة. فبالتالي هي ترصد عدد أخطاء 1 2 3، يعني حتى إن كان هناك 10 أو 20 أخطاء، لكن ليس بعد لا يوجد ما تفعله أكثر من ذلك. طيب، كان هناك مطالبات في الشارع بطرد السفير الإسرائيلي من القاهرة. نعم. يعني متى تلجأ الدول عامة لطرد السفراء؟ إيه درجة الخلاف أو درجة المشاكل التي تحدث بين الدول حتى تستدعي هذه الحكومة أو يعني حكومة الدولة بطرد سفير لديها؟ يعني هذا يختلف من وضع إلى وضع، ويعني طبقا لطبيعة الأزمة أو المشكلة بين الدول. إذا كان في طرد السفراء يعني نوع من ردع الطرف الآخر أو إثناءه عن أو إجباره على تعديل سلوك، فهذا يعني يكون في حد ذاته إجراء مطلوب. لكن طرد السفراء يعني كخطوة دون أن يتبع خطوات أو دون أن يكون لها يعني هدف آخر، فبالتالي يعني قد لا تلجأ إليه دول كثير من الدول لديها أو بينها نوع من التوترات أو المشاكل أو الأزمات، لكن هناك سفراء وهناك نوع من التمثيل الدبلوماسي. لكن هناك إجراءات أخرى يعني قد
يعني تتعاظم على فكرة طرد السفراء أو قد تتماثل مع فكرة طرد السفراء. يعني هناك إجراءات أخرى طرد السفير يعني قطع العلاقات؟ لا، طرد السفير يعني بمعنى سحب السفير او مطالبه السفير بمغادره البلاد، لا ليس معناه قطع العلاقات. انما يعني اعلى درجه في التوتر مثلا، اعلى درجه في التوتر هي قطع العلاقات الدبلوماسيه، اعلى درجه في التوتر السياسي، لكن طبعا نتحدث عن توترات عسكريه وازمات اخرى فهذا نوع اخر. لكن هناك يعني سحب السفير او مطالبه السفير الدوله الاجنبيه بمغادره البلاد او في ظرف ساعات او كل هذه الامور هو نوع قد يعني يسبق او هو اقل تدريجيا من فكره طرد السفير. احنا بنشاهد لقطات من التظاهرات التي كانت امام السفاره الاسرائيليه، ومعنا اتصال تليفوني من محمد النبوي احد الشباب. صباح الخير يا محمد. صباح الخير استاذ صاحب. اهلا بيك. ازي حضرتك؟ صباح الخير يا استاذ جمال. اهلا بحضرتك. صباح الخير يا استاذ احمد. اهلا صباح الخير يا استاذ محمد. اهلا بحضرتك. صباح الخير. اتكلمنا عن فكرة طرد السفير وعن أيضا المطالبات، في مطالبات بتعديل اتفاقية أو معاهدة كامب ديفيد عشان مصر تقدر تسيطر أكتر على الحدود، بحيث يتم تغيير فكرة العدد الموجود القليل اللي موجود على الحدود من الجنود المصريين، ممكن زيادته عن طريق تعديل الاتفاقية. هل فكرة تعديل الاتفاقية ده شيء سهل، شيء مطروح الآن؟ يعني من وجهة نظر قانونية أو من وجهة نظر موازين أو القوة أو المصلحة، فبالتالي من وجهة النظر القانونية فكرة التعديل يعني يجب أن تتم بما يسمى بإرادة الطرفين. فهذا طبعا وإذا كنا نتحدث عن طرف يعني لا نقول أنه دولة عادية، هو كيان إجرامي، فبالتالي يعني هو لن يقبل بتعديل، لأن هذه الاتفاقية بالفعل يعني أغمطت حق مصر وعظمت من مصالح وما يسمى بأمن هذا الكيان الإجرامي. لكن مسألة كيف يمكن أن نعدل أي اتفاقية قابلة للتعديل وقابلة للإلغاء، قابلة للتعديل وقابلة للإلغاء طبقا لمفهوم القوة والمصلحة. إذا كان لديك ما تستطيع أن تفرض بإرادتك على هذا الطرف، سواء كان إسرائيل أو أي كيان أو دولة أخرى، تستطيع أن تمضي في هذا الاتجاه. لكن يعني نظريا كما قلت أي اتفاقية قابلة للتعديل، لكن عمليا ما يمليه هو حسابات القوة. وبالتالي سواء كنا نتحدث عن قوة داخلية، قوة الطرفين، نتحدث عن طبيعة البيئة الإقليمية وطبيعة البيئة الدولية، كل هذه الأمور أمور تتدخل في فكرة تعديل. لكن التعديل بجرة قلم هذا يعني يجب أن يتم التحسب له. وبالتالي يعني أي قرار سواء كنا نتحدث، انظر إلى فكرة تأميم قناة السويس. يعني حينما شرع عبد الناصر في تأميم قناة السويس يعني درس أو قرأ جيدا طبيعة موازين القوة وطبيعة انشغال بريطانيا في حروب كانت في قبرص، وطبيعة القوات المتواجدة، كل هذه الأمور، وطبيعة التأييد الدولي على ساحة الأمم المتحدة وعلى ساحة الساحة الدولية الفعلية، سواء كنا نتحدث عن دول مناوئة لبريطانيا أو فرنسا، كل هذه الأمور يعني ثم بعد ذلك شرع في التأمين. فبالتالي حينما نتحدث عن تعديل أو فرض أو إلغاء حتى هذه الاتفاقية، يجب بالفعل أن نكون مستعدين، ويجب بالفعل أن يعني نبني أنفسنا أولا من الداخل، ثم بعد ذلك يعني نفرض إرادتنا على هذا العدل. يعني لا يأتي وليد التعديل أو الإلغاء، لا يأتي وليد اللحظة. يعني لا زي بالظبط كده. حتى الحديث عن الإلغاء أو التعديل في هذه الظروف يعني قد لا يكون حديثا مناسبا. يعني أشبه بمن يتحدث عن يعني أنه سوف يقوم ببناء مفاعل نووي. أما ابني الأول وبعد كده قوي نفسك وبعد كده افرض إرادتك وعدل. يعني التعديل في حد ذاته أو الإلغاء يعني يستدعي مستحقات كثيرة على مصر أن يعني تشرع فيها. يعني نعم. كيف يمكن من وجهة نظر حضرتك أن إسرائيل نلزمها بمسؤولياتها تجاه السلام في ظل الاتفاقيات الموضوع؟ وحدة الجبهة الداخلية، البناء، القوة الاقتصادية المتينة. يعني إسرائيل يعني لن تعير مصر بالا أو لن إلا إذا كانت مصر دولة قوية من الداخل، سواء كنا نتحدث عن قوة اجتماعية، تلاحم اجتماعي، وأيضا عن قوة اقتصادية.
وهذا بالفعل هذا هو ما يدفع إسرائيل، يعني حينما يكون لدينا هذه القوة أو هذه اللحمة الوطنية وكل هذه الأمور نستطيع بالفعل أن نفرض إرادتنا بإعادة نشر القوات في سيناء، بكل هذه الأمور، كل المسالب التي يعني جاءت بها اتفاقية أو معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في مارس سنة 79، نستطيع بالفعل أن نصحح من أخطاء هذه الاتفاقية بقوة الأمر الواقع، ليس بقوة الأمر الواقع بهذه الحالة التي نحن فيها، لكن هذا يستلزم بالفعل أن نكون أقوياء أكثر من اللازم، وأن نحشد كل طاقات الأمة التي لا تعني فقط الطاقات العسكرية، كل إمكانياتنا بما فيها الإمكانيات المادية والمعنوية والثقافية والاجتماعية وكل هذه الأمور نستطيع من خلالها أن نفرض إرادتنا ونستطيع أن نعدل أو نلغي أي اتفاقية. وهذا هو يعني ما تعرفه العلاقات الدولية، هو لغة القوة ولغة المصلحة. طب هو في العلاقات الدولية هل التظاهر أمام السفارة الإسرائيلية اللي لسه مستمر دلوقتي ممكن يشكل نقطة ضغط أو يشكل شيء من جذب الاهتمام بهذا الموضوع من الجانب الإسرائيلي، يضغط عليه أن يشاهد مثلا سفارته في القاهرة محاصرة أو يتم التظاهر أمامها بشكل مباشر، العلم يسقط من على السفارة في القاهرة؟ ما نشهده أمام السفارة هو عمل رائع، عمل بالفعل يعني كان من المفترض بالفعل، يعني حرمنا في السابق كثير من السلوك الإجرام التي كانت تقوم به إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني أو ضد لبنان، ولم يكن يستطيع الشعب المصري يخرج حتى لمجرد التعبير، كان يقمع من هذا النظام. فبالتالي يعني ما نشهده بالفعل هو يعني وسيلة ضغط جيدة ورائعة، ويجب بالفعل أن يعني كما نقول أن بالنسبة إذا كانت الثورة يعني جعلت اهتمام الشعب المصري كله بالنسبة للداخل، أنا أظن أن هذه سوف تكون فاتحة مباركة بالفعل لإعادة الوعي القومي نحو قضايا الأمة بما فيها طبعا كل قضايا الصراع العربي الإسرائيلي. نحن مقبلين على فترة يعني حرجة بالنسبة للعلاقة بين يعني مع الشعب الفلسطيني والتصعيد الإجرامي ضد الشعب الفلسطيني. يعني لماذا قتل هؤلاء الشهداء؟ نتيجة لتصعيد إسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني. في حادثة مشابهة يعني أنا إن كان يجوز لي، وأنا يعني آسف أن أقول هذا، أن أبعث بتحية فأبعثها إلى هذا المجرم المسمى بنتنياهو. طبعا تحية لا تنتقص قطرة من بحر كراهيتنا إلى إسرائيل وإلى هذا الكيان الإجرامي، لأنه بالفعل يعني نبه الشعور الوطني في مصر أن هناك عدو على الحدود يتربص بنا، وبالفعل وأن يعني كل جرائمه يعني لم يعني يتوقف عن ممارسة نشاطه الهدام ضد الشعب المصري منذ توقيع هذه الاتفاقية حتى الآن. فبالتالي أنا أظن أنه يعني هذا كان بمثابة جرس تنبيه يعني من قبل هذا العدو. وأكد أن الشعب المصري ممكن يتجاوز خلافاته الداخلية في حالة بالطبع يعني هذه فكرة، يعني هذه نقطة جيدة جدا، يعني يستحق التحية عليه هذا الكيان. طيب ولكن يعني في حادثة مشابهة بتاعة تركيا. نعم. الهجوم على السفن الإغاثة الإنسانية اللي كانت رايحة غزة، وقامت القوات الإسرائيلية بمهاجمتها وقتل عدد من الأتراك. الموضوع عدى عليه أكثر من سنة تقريبا. نعم. وإلى الآن إسرائيل بترفض الاعتذار، وما زالت تركيا تطالب بالاعتذار، ورغم أن العالم كله أدان هذه العملية بما فيه الولايات المتحدة ومجلس الأمن اجتمع يعني خصيصا عن هذه الحادثة، ولم تقدم إسرائيل اعتذار حتى الآن. يعني تركيا ما لها من علاقات مع أوروبا وقربها وتقدمها الاقتصادي وتدخلها في سوريا وأيضا في القضية الفلسطينية أخيرا، يعني أصبحت لها دور في منطقة الشرق الأوسط. أنا أظن طبعا مع احترامنا لدور تركيا ودور أردوغان، يعني مصر هي يعني دولة لها أهمية أكبر ولا سيما لدى إسرائيل أيضا. يعني مصر لديها حدود مشتركة مع تركيا مع هذا الكيان. مصر أيضا يعني تستطيع بالفعل أن تهدد ما يسمى بأمن أو نظرية الأمن الصهيوني أو الإسرائيلي. فبالتالي أنا يعني إذا انعقدت الإرادة وإذا بالفعل كان هناك يعني عزم من الحكومة المصرية أو من المجلس الأعلى للقوات المسلحة على ألا يبتلع
مثل هذه الإهانات ولا يسلك سلوك مثل ما كان يسلك النظام السابق تجاه مثل هذه الأعمال الإجرامية. فبالتالي يعني سوف يجبر إسرائيل على تقديم اعتذار. لا نقول القضية ليست قضية اعتذار، القضية هو تعهد بعدم تكرار أو عدم تكرار مثل هذا السلوك. يعني طب هذا لم يكن ممكن يعني يبقى في إمكانية إجراء تحقيق على مستوى دولي؟ يعني هذا امر لا يحتاج تحقيق بشهاده المراقبين الدوليين، واسرائيل تدرك تماما. القضيه الان يعني نحن نتناسى ايضا ان السلوك الاجرامي الاسرائيلي مستمر حتى الان ضد الشعب الفلسطيني في غزه، ومعنى هذا يفتح احتماليه لتكرار مثل هذه الاعمال ضد الجنود المصريين. فبالتالي يعني اذا كانت تقوم باعمال قمعيه ضد الشعب الفلسطيني في غزه تستخدم فيه المروحيات وتستخدم فيه كل الاسلحه، فبالتالي يعني حتى من باب الخطأ، لا أقول من باب التعمد، من باب الخطأ أو ما يسمى بالنيران الطائشة سوف تصيب الجنود المتواجدين على الحدود أو المواطنين المصريين الموجودين في رفح، كل هذا. فبالتالي يعني القضية ليست قضية حادثة وعدت، أن هذا السلوك سوف يتكرر مرارا وتكرارا، يعني سواء بطريق التعمد أو بطريق يعني الامر الواقع. بس هي اسرائيل تعاملت برضو يعني مع الموضوع بنوع من انواع الذكاء، يعني دفعت الولايات المتحده، خلت وزيره الخارجيه الامريكيه تقول على مصر ان تضبط ما يحدث في سيناء، وتحدثت ايضا اسرائيل على ان هناك مشاكل امنيه في سيناء، يعني حولوا الموضوع على انه يوجد ضعف امني او ضعف عسكري لمصر في السيطره على منطقه شبه جزيره سيناء. يعني طبعا مصر ليس مطلوب منها أن تكون عسكري درك لهذا الكيان الصهيوني، لكن في حد ذاتها يعني كيف يمكن التحدث عن ضبط حدود ونحن نتحدث عن 750 جندي من القوات الأمن البوليس أو الشرطة؟ يعني هذه المنطقة التي تتحدث عنها إسرائيل وتطنطن، يعني هذه المنطقة لا يتواجد فيها قوات مسلحة. فبالتالي إذا كنا نتحدث فهذا يعني يحسب عليها ولا يحسب لها في ويعني كانت على الولايات المتحدة ألا تتحدث وألا تفتح مثل هذا المجال، حتى يعني لا تقوي حجة المصريين بفكرة إعادة النظر أو تعديل أو إلغاء الاتفاقية المبرمة مع هذا الكيان. فبالتالي أنا أظن أن يعني مسألة ضبط الحدود ب 220 كيلو متر بعدد محدود من أفراد الشرطة ليس لديهم تسلح إلا الأسلحة الخفيفة، مسدس، رشاش، كل هذه الأمور، فهذا بالطبع يعني غير ممكن وغير عملي ولن يعني يكون مجدي في المستقبل يعني. إن شاء الله. دكتور جمال سلامة، رئيس قسم العلوم السياسية جامعة قناة السويس، نشكرك على هذا اللقاء وعلى وجودك معنا، وصباح الخير. أهلا، صباح الخير. شكرا. صباح الخير، ونواصل فقرات صباح الخير. تابعونا حتى 10.